امي قالت لي هات دهب مراتك عشان نجيب بيه الشبكه ونجهز اخوك. اسمعوا يا جماعه معايا القصه دي بجد هتنبهروا. متجوز من سنه وكنت جايب لمراتي شبكه طبعا، وهي جايبه دهب من عند اهلها. المهم انا اتزنقت من فتره واخدت منها خاتم وبعته والدنيا تمام، وقلت بنت اصول وقفت جنب جوزها رغم ان هو دهبي اصلا اللي انا جايبه لها. بس قلت اكبر بخاطرها، لا كتر خيرك والله، كتر خيرك. اكبر بخاطرها. المهم دلوقتي اخويا هيتجوز، تمام، الف مبروك، ومحتاج يجيب شبكة. ماشي، ايه المشكلة بقى؟ ويجهز نفسه. امي قالت لي ربنا يعني يجازيها خير، الامهات اللي زي دي. امي قالت لي هات دهب مراتك عشان نجيب بيه الشبكة ونجهز اخوك. بقى ايه؟ بقول لها هاتي الدهب اللي معاكي وقفي جنبي. تقول لي يعني عروسة اخوك تلبس شبكة وانا لا؟ وانا مالي؟ ما صحيح، وهي مالها؟ هو انت عشان تجهزوا اخوك وتجيبوا له شبكة تاخدوا شبكة البنت اللي لسه متجوزة بقالها سنة؟ يعني ازاي؟ بأي منطق ده اصلا؟ غريبة قوي. والدهب التاني ده بتاع ابويا اصلا، ولو عرف هيعمل مشكله. وكبرت الموضوع وانا دلوقتي حرفيا بفكر اني اطلقها واخد الدهب اديه لاخويا. يا راجل، تاخد من مراتك الدهب وتخرب بيتك عشان تعمر بيت اخوك؟ ايه المنطق ده؟ حرفيا بفكر اني اطلقها واخد الدهب واديه لاخويا، عشان اللي ملهاش خير في جوزها ملهاش خير في حد، عشان هي مش بنت اصول. ايه رايكم؟ راينا في ايه يا كابتن؟ راينا في ايه؟ بس انا مش فاهمه اقول لك ايه والله العظيم. يعني انا هسيب الناس هي اللي ترد عليك. بجد رأينا في ايه؟ يعني انت عشان تعمر بيت اخوك وعلشان تجيب شبكة لاخوك فتاخد شبكة مراتك اللي هي اصلا هدية من العريس للعروسة؟ ولا انت كنت مأجرها لها ولا ايه بالظبط؟ مأجرها لها سنة وبعد كده هتدوها للعروسة التانية؟ دي حقها، حقها ما ينفعش، وهي حقها انها تحافظ عليه. وقت ما انت كنت مزنوق هي بالفعل وقفت جنبك بشهادتك انت. انت اللي قلت باعت وعملت، ما تقولش اصل هو ذهبي. انت اديت هدية لعروستك خلاص بقت بتاعتها، ملكية شخصية ليها. اللي انت بتعمله ده مرضيش ربنا جدا على فكرة، وكده حرام. انا منتظره الناس تظبطك بقى في الكومنتات.